لماذا تقدم محتوى حزين؟ هل أنت تواجه مشاكل في حياتك؟ صراحة ماشي ضروري الإنسان اللي كيقدم محتوى حزين فراه كيكون فعلا يعني كيعيش مشاكل في حياته، فهمتيني؟ وهذا كيبقى غير احتمال. يعني انا ما يمكنش نقول لك شنو كاين حيت هذا تيبقى موضوع اخر، فهمتيني؟ ولكن بعض المرات الحزن ما كيكونش عنده تفسير، فهمتي؟ الحزن هو جانب من جوانب الروح، يعني راه بحالو بحال الفرحة، بحالو بحال الغضب، بحالو بحال السكات، فهمتي؟ وانا كنحس ان الحزن ماشي ديما كيكون حاجة سلبية، فهمتي؟ بالعكس بعض المرات كيكون هو بحال واحد الطريقة باش الانسان يخرج شي احساس كان مخبيه في قلبه وما كانش قادر يعبر عليه، فهمتي؟ وبعض المرات كنشوف راسي وسط بزاف ديال الناس، يعني كنلقاهم ضاحكين ولكن في الاعماق ديال كل واحد فيهم كاينه شي قصة مخبية، فهمتي؟ يعني كاين شي الم ما باينش، فهمتي؟ وانا كنعبر بهذا الشكل هذا، فهمتي؟ لانه يمكن شي حد يعني يسمع ديك الكلمة الحزينة وتداويه، فهمتي؟ ويمكن شي واحد حس براسو يعني حس براسو وحيد في هذا العالم يسمع هذا المحتوى ويحس انه ماشي بوحدو في هذا العالم، فهمتي؟ وانه راه كاينين ناس وحدين اخرين كيدوزو من نفس الشعور، فهمتي؟ يعني راه ماشي ضروري نكون ديما انا كنعيش داك الشيء، فهمتي؟ ولكن كنخلي روحي تمشي في هذه الطريقه هذه، علاش؟ باش نوصل لقلوب الناس، فهمتي؟ وباش اللي ضايع يلقى على الاقل يعني هذه الكلمات ترجع فيه الروح، فهمتي؟ واللي كيحس براسو عيان يحس يعني بانه مفهوم ومسموع، فهمتي؟ واخا من بعيد. يعني الحزن بالنسبه لي انا ماشي ضعف، فهمتي؟ هو لحظه صدق بين الانسان وقلبه.